هو انت تعرف ايه اللي حصل لموديست بعد رحيله عن الاهلي؟ في سنة 2023 الاهلي يتعاقد مع مهاجم فرنسي قادم من بروسيا دورتموند. لاعب سنه كان 35 سنة، بس من لعبه وتسديداته وانهائه قدام المرمى تديه سن 23 سنة. مهاجم كان بيخلص اي كرة تنزل على رجله في المرمى، ومن كل حتة كان بيسجل براسه وبرجله. يعني الراجل كان شغال مع اي فرقة، ولعب في الدوري الالماني لعدة اندية ومن ابرزهم بروسيا دورتموند، واللي اتحول من هناك للاهلي في صفقة انتقال حر. وعايز اقول لك ان جماهير الاهلي كانت مستنيه موديست ده بكل قوه عشان يظهر لهم القوه اللي كان ظهر بيها في الدوري الالماني، بس اللي حصل كان عكس كده خالص. موديست اول ما وصل الاهلي ما قدمش المستوى المطلوب، وكان بيسجل اهدافه مع الاهلي بالعافيه، لدرجه ان جماهير الاهلي سموه سلحفاه الفريق. وقدر في 33 مباراه بس يسجل فيهم 6 اهداف في جميع كافه المسابقات. وبعد موسم واحد بس ليه مع النادي الاهلي ما استحملش ضغط الجماهير وقرر ان هو هيمشي، لان في وقتها كان الاهلي جايب وسام ابو علي. لذلك مشاركه موديست مع الاهلي كانت صعبه. بالفعل الاهلي قرر فسخ عقد موديست، وفي وقتها ما كانش جايله اي عروض من اي فريق، فقعد فتره من غير نادي. لكن بعدها بشهر واحد فريق في الدرجة الثالثة في الدوري الاسباني يقرر التعاقد مع موديست، والفريق ده اسمه انتر سيتي. وعايز اقول لك ان موديست عامل شغل كويس هناك، حتى بص على الهدف اللي سجله معاهم كده، يعني هدف عالمي، وهو حاليا لسه بيلعب هناك، واحنا نتمنى له التوفيق باذن الله. وطالما وصلت لحد هنا ما تنساش تضغط لايك واشتراك، وقول لي اتكلم عن مين في الفيديو الجاي في التعليقات.